بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، مرحبا بكم. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير. وصفة اليوم هي الحريرة، تجي بزاف بنينة وسهلة التحضير. نبداو على بركة الله. نجيب كوكوطة، ندير فيها شوية زيت شوية سمن ونقلي اللحم تاعي. تقدري ديري الدجاج، نقلي اللحم مليح هكذا باش يطلق البنة تاعو في الزيت. بعد ما يتقلى اللحم، ندير حبة بصلة كبيرة نقطعها عشوائي، نزيد 2 سنات ثوم ونقليهم حتى تذبل البصلة. نزيد مغرفة كبيرة طماطم مصبرة، نقليها مليح في الزيت هكذا باش تروح لها لاسيديتي. نزيد 3 حبات زرودية مقطعين دوائر، حبة بطاطا صغيرة وتقدري تستغني عليها، ونزيد باقة متكونة من الدبشة والكرفس، 2 حبات طماطم مقطعين ونتبلهم. ندير الملح، كزبر مطحون، فلفل أحمر حلو، فلفل كحل، كركم، زنجبيل، ومغرفة صغيرة كروية. الكروية لازم في الحريرة، ونقلي كلش مليح. المرحلة هذه ضرورية، ونمرق بالماء السخون ونخلي اللحم تاعي يطيب. بعد ما يطيب اللحم نحيه، ونحي البوكي تاع الكرافس والدبشة. نجيب البراميكسور ونميكسي هذيك الخضرة. نزيد اللحم اللي كنت فتتو، ونزيد مغرفة كبيرة مرمز بعد ما نغسلو أكيد، ونقلب الحريرة تاعي فوق النار ونخليها تغلي مدة 10 دقائق. الحريرة تاعي راهي واجدة، هاي أمامكم، جات هايلة خاثرة والبنة ما نحكيلكش. زدت رافقتها بالمطلوع. نتمنى تنال إعجابكم، تاكلوها إن شاء الله بالصحة والهنا. صحة صيامكم، صحة فطوركم، دمتم في رعاية الله وإلى الملتقى.